السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي أقولك إزاي عملت عزومة كاملة بربع كيلو لحمة مفرومة بس، كفتة مشوية وصينية بطاطس بالكفتة. بجد بجد وصفتنا النهاردة اختراع. بس قبل ما نبدأ الطريقة بتاعتنا تعالوا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنبدأ دلوقتي بالمكونات اللي هنستخدمها في الفيديو. معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، 4 بصلات مبشورين ومتصفيين ميتهم كويس، ومن عند العطار اشتريت ب10 جنيه بس فول صويا. نقعته كده زي ما انتوا شايفين لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير لحد ما نفش وبقى بالشكل ده. معانا حزمة من البقدونس متقطعة قطع صغيرة، والبهارات بتاعتنا النهاردة ملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة. بس هي دي البهارات اللي هنستخدمها النهاردة طول الوصفة. طبعا معلقة من النشا مخلوطة بمعلقة من الدقيق، ومعلقة من البيكنج باودر. وهنا بقى انا استخدمت ربع معلقة من لون الطعام الاحمر، وانا دايما بخلطه كده مع اللحمه المفرومه عشان يحمر لي لونها قوي لو انا مزوده البصل، لكن انتي تقدري تستغني عنه عادي. هنا بقى الفول الصويا خلاص كده بعد ما اتنقع معانا ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، هنبدا ان احنا نصفيه كويس جدا من الميه، وبعد كده نضربه في الكبه. وبعد ما ضربناه في الكبه نجيب بوله كبيره وهننزل فيها بكميه البصل بتاعتنا. وطبعا زي ما قلت البصل يكون متصفي كويس من ميته، ونحتفظ بالمية دي على جنب عشان هنعوزها. طبعا هنا نزلنا بالبهارات بتاعتنا، الملح والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. هننزل بربع كيلو لحمة مفرومة. طبعا احنا دلوقتي هننزل كل المكونات بتاعتنا على بعض. بعد ما نزلنا كده باللحمة المفرومة هننزل بقى بفول الصويا. احنا طبعا طحناه في الكبة على قد ما نقدر. هننزل بالبقدونس، بعد كده هننزل معلقة النشا والدقيق والبيكنج باودر، واخيرا لون الطعام واللي قلنا عليه اختياري، لو عايزه تستغني عنه مفيش مشكله. هنبدا بقى نقلب كويس ونخلط المكونات دي كلها مع بعض. بصوا يا بنات الكميه كده تقريبا بقت 3 اضعاف، وكمان مش عايزه اقول لكم اللحمه متماسكه جدا قد ايه. هنسيبها نص ساعه كده في التلاجة تتشمع. وهنا جبنا ميه البصل، هننزل فيها بمعلقه من الصلصه ومعلقه من الخل ومعلقه صغيره زيت، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. وطبعا هنستخدم الخلطه دي مع الكفته المشويه. وتقريبا بعد ما عدى نص ساعة هنطلع بقى خلطة اللحمة المفرومة من التلاجة، وهنبدأ اللي احنا نصبع الكفتة بتاعتنا على اسياخ خشب او اي اسياخ عندك خاصة يعني بالكفتة. طبعا انا هنا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارفعها شوية عشان عارفة اللي هي هتنفش معايا. ودايما يا بنات انا بحب اشوي الكفتة على الشواية، بس انا حاليا الشواية بتاعتي بايظة، فانا هشويها في الفرن عادي وهوريكم الطريقة. طبعا مش عايزه اقول لكم يعني فول الصويا لما انا اضفته بجد بجد بيعمل غناوه للكفته، لان هو مليان بروتين وفايدته عاليه جدا بتعادل فايده اللحمه المفرومه او اللحمه عامه. بجد مش هتقدري تفرقي بينه وبين اللحمه المفرومه. طبعا الكفته اللي احنا عملناها دلوقتي دي نص كميه الخلطه اللي احنا عاملينها بس. طبعا انا هنا جبت صينيه ودهنتها زيت ورصيت الكفته بتاعتي فيها، وهبدا ادهن الوش بتاعها من خلطة الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض من مية البصل بالشكل ده. وبعد كده هضيف نص كوباية من المية عشان بس اساعد اللحمة المفرومة او الكفتة بتاعتي اللي هي تستوي كويس في الفرن. وطبعا هولع الفرن من تحت، اول ما يحمر معايا شوية او الكفتة تدي اللون الذهبي هولع الشوية. وبعد ما دخلنا الكفتة الفرن عشان تتشوى، هنا بقى جبنا النص التاني اللي فاضل من الخلطة بتاعتنا، هنصبعه كده كفتة عادية خالص. بصوا يا بنات يعني بجد بجد هتنبهروا من الطريقة دي. شايفين الكمية، شايفين الخلطة معايا، بصوا كده متماسكة في ايدي ازاي وطرية ازاي. يعني بجد يعني بصي هتعملي وليمة. بجد والله انا اليوم ده كنت عازمة ضيوف ومش عايزة اقول لكم يعني كله اعجب بالاكل و... واتشرفت فعلا قدامهم. ويعني عايزة اقول كده بيني وبين نفسي لو تعرفوا ان انا عاملة كل ده بربع كيلو لحمة مفرومة، يعني اكيد يعني ايه مش هتصدقوا. بس الحمد لله يعني نقدر اللي احنا بأقل الامكانيات نعزم الناس برضو زي زمان. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي بقى فيه غلاء يعني، بس الحمد لله على كل حال. والشطرة تغزل برجل حمار زي ما بيقولوا. بصوا كده
خلصنا الكميه بتاعتنا. بص عملت معايا قد ايه. وهنا بقى بحضر صينيه البطاطس بتاعتي بالكفته. بصوا كده جبت بصله قطعتها حلقات ونزلت عليها التوابل بتاعتي، فلفل اسود، كزبره، ونزلت بكيلو من البطاطس او كيلو وربع تقريبا، قطعتها حلقات زي ما انتم شايفين، و3 معالق من الصلصه. نزلت بنص كوبايه من الميه والثوم المفروم. قلبت كويس. لو عندك فلفل تضيفيه هتبقى حلوه جدا. انا اليوم ده ما كانش عندي فلفل. طبعا هنا بدات ارص الكفته بتاعتي، وما ينفعش بعد كده ان انا اقلب الكفته مع البطاطس عشان خاطر بس الكفته ما تتهريش مني. بعد ما نرصها نضيف نص كوبايه برضو من الصلصه، وهندخلها على الفرن الساخن على طول. وهنا خلاص الكفته المشويه بتاعتنا طلعت من الفرن، ومش عايزه اقول لكم من جوه هشه وطريه قد ايه، ولا ريحتها بجد روعه وجايبه اخر الشارع، ولا لونها الجميل. مش هتقدري تخيريها عن كفته الحاتي. وهنا بقى صينيه البطاطس بتاعتنا بالكفته طلعت بالسلامه من الفرن. الكفته طالعه جميله وريحتها حلوه قوي، ولا البطاطس دايبه دوب. مين يصدق اللي احنا عملنا الكميات دي كلها من الكفته من ربع لحمه مفرومه بس؟ بجد يا بنات وصفتنا النهارده اختراع. جربوها وان شاء الله تدعولي.